السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل من يهم الأمر يا أولاد، لكل من يهمه الأمر. أنا حذرتكم كتير على الأسعار. الأسعار هتعلى هتعلى هتعلى. في منكم اللي كلمني وتلات أرباعكم مكلمنيش. النهاردة فوق التلات أرباع مكلمني وعايز سمك رخيص. أجيب له من عند مين بقى؟ من نشوة أبويا. أبويا ما عندوش نشوة الله يرحمه. طب أجيب منين؟ يقوم يزعل ويتقمص يقول لي أنا عايز منك شغل وانا كده الدنيا هتبوظ عندي والدنيا هتضيع واعمل ايه واكل واشرب من عيالي انا ذنبي ايه؟ طب ما انا حذرتك، ما خدناش بالنا، ما كناش نعرف ان الموضوع هيبقى بالاسعار الرهيبه دي، او بمعنى اصح الفجعه اللي الناس فيه والافتراء اللي الناس فيه فيعني خلاص بقى في جشع في المعامله وفي الفلوس وفي حتى في الكلام. بقى في كلام مش كويس يجي تشتري منه، اذا كان عاجبك خد، مش عاجبك ما تاخدش. الناس فرغت عينها من بعضها، ما بقوش يعني الحاجه بقت تزعل يعني. طيب اقل كيلو سمك عندي النهارده جمله 250 جنيه، سمك صغير. اقل كيلو سمك جمله، لان انا جايبه اصلا ب 250 و255 كمان. اخواتي وحبايبي اللي بياخدوني على قد عقلي الله يبارك لهم يا رب، الناس بحترمهم جدا وفاكرين ان الانسان ساذج وانسان اهطل. بحب الناس دي قوي يا اولاد. اي حد منهم هيكلمنا على التليفون او على الواتس اقفل في وشه. خلاص كلام واضح، كلام صريح. يبعت يقول لي بقى انت اتغنيت علينا، انت بتتنطط علينا، هقول لك اه ربنا يغنيك بغنايه. ربنا يا عم يغنيك زي ما هو غناني يغنيك. تمام؟ وشوف هتقدر على عيشتك ده ولا مش تقدر. انت لو بتيجي معايا على الدغري هاجي معاك على الدغري، انما انت بتيجي لما تلف وتدور علي اتصل بي. حطوا نفسكم مكاني بقى، حطوا نفسكم مكاني. يتصل بالو او اخت، الو ايوه عم احمد ابو رجب اهلا وسهلا، إيه انا عايز منك شغل على دماغي اتفضلي. انا بكام؟ ب 300. لا ده غالي. ب 250 الصغير ده غالي والله. ده انا جايبه 20 كيلو، جايبه كيلو، جايبه ربع كيلو، جايبه نص كيلو، وعمال حضرتك افيته قد ايه؟ اعمله قد ايه؟ حضرتك انت محتاجه شغل محتاجه سؤال؟ لا شغل طبعا، لا شغل، ولكن انا يعني بالمره يعني لا الاسئله على القناه والله يا اخي ما تقول لي بالمره. طب تعالى لي على الواتس عشان اذاكر معاك الموضوع. بتجي لي على الواتس، ايوه يا عم جيتك على الواتس اهو. اعمله ازاي بقى؟ شوف نسيت بقى موضوع الشبكه اللي هي طالباه ونسيت كل حاجه. ما بتشتغلني بعد اذنك. انا عاوز 100 جنيه في فودافون كاش. 100 جنيه يا ساتر يا رب. 100 جنيه. مش انت عايزه اسئله وعايزه تسخرنا تحت ايدك؟ خلاص ماشي، عايز 100 جنيه. ابعت لي 100 جنيه بعد اذنك فودافون كاش وانا تحت امر معاليكي. ما هي شغل واكل عيشي. لا شكرا مش عايزه. طب وده اسمه كلام؟ دي طريقه؟ ما تحطوا نفسكم مكاني. انا راجل دلوقتي دي شغل واكل عيشي، زي ما انت تاخديه تبيعيه وتاكل عيش منه، دي شغل واكل عيشي. ما فيش مانع ان انت تبعتي لي فودافون كاش وتستفيدي من خبرتي وتشتغلي والله يرزقك، انما تسخرني تحت رجلك مجانا لا. ما عادش كل حاجه بقت بفلوس النهارده. طب انا مش عايز ادفع فلوس ومحتاجه اتعلم. عندك القناه عيشي فيها كيف تشائي، كيف تشائي، ما حدش له حاجه عندي. تعلمي، ولو في حاجه مش فاهماها سيبي لي سؤالك وانا والله هرد عليك. لكن حضرتك تفضلي تسخريني وتقرفيني وتزهقيني ولدول الوطن، ما عادش اكل عيش عندي الكلام ده خالص ولا عندي غيري. الكلام ده هيعجب ناس ومش هيعجب ناس كتير، وكل واحد حر. واوعى يكون فاكر حضرتك او حضرتك ان انت لما تجي على القناه تقول لي كلمه تزعلني انا مش هزعل كده وخلاص. لا هرد عليك، وزي ما كلمتني هكلمك بنفس اسلوبك. الجزاء من جنس العمل يا سعاده الباشا. السمك ده مش انا اللي مغليه، هو اللي غلي. دي موسم وانا حذرتكم وعملت اللي عليا. اعمل ايه بقى تاني؟ ما عادش حد يكلمني على سمك رخيص يا جدعان. السمك كله غلى والله غصب عني. شايفه غلى عندي هات من عندك. بيقعد يقول لي ايه ده عندنا رخيص، هات من عندك. الله يعينك، هات من عندك يا حبيبي واشتغل وربنا يوفقك. انا اتمنى لك الخير والله العظيم انت وغيرك. حبايب اخوكم نبقى كويسين مع بعض ونتقي الله في بعض بالله عليكم. الواحد ما عادش قادر يتكلم وما عادش عندي استعداد
يعني انني اسمع كلام يزعلني. اللي هيجي لي على الواتس على سمك من عندي ومن عندي، اللي هيجي لي على الواتس على سؤال يبعت لي 100 جنيه، اللي هيجي لي على القناه من عندي ومن عندي هرد عليه من غير ولا تعريفه، اللي هيكلمني في التليفون هقفل في وشه. دي نظامي وده اللي انا بقيت فيه. طيب انا بتنطط اللي فات غنيت؟ لا، حضرتك او حضرتك انا شغال سواق اصلا، سواق، فيعني الشغل ده مش لازماني اصلا. انا كنت سبتها فتره ورجعت، الناس اللي القديمه اللي معايا هم اللي رجعوني، رجعت عشان خاطرهم بيقدروني ورجعت عشان خاطرهم، انما حاجه تانيه لا. الشغل ده مش لازماني اصلا. انا شغال راجل سواق زي موظف كده، والحمد لله الالف ولا الالف عين اللي بيقول لي بستر نفسي بهم بعد ستر ربنا وشكرا، انما ما اعرفش احرق دم كل شويه. يا رب الفيديو ان شاء الله يكون على يعني حنين عليكم، ما يكونش يعني تفهمون غلط، واللي عايز يفهمنا على طريقته يفهمني، يفهمنا على طريقتي يفهمني. وده اللي انا قصدي عليه، ان انا يا جماعه ما عادش حد يتلزق فيا في تليفون ولا في واتس على سؤال. روح على القناه من عندي ومن عندي. اللي شايفني وحش شايفني، اللي شايفني حلو شايفني هو لنفسي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم والله اكرم. والسمك النهارده بالدولار، السمك النهارده بالدولار مش بالمصري، وربنا يعديها على خير عليا وعليكم. السلام عليكم.